هل كانت هذه مجرد مباراة أم إعلان رسمي عن عودة الجزائر الحقيقية؟ ما شاهدناه اليوم لا يقاس بالنتيجة ولا يختصر في 3 أهداف فقط. إنه عرض أول لمنتخب استعاد هيبته وثقته والأهم شخصيته. الجزائر اليوم لم تلعب لتفوز فقط، بل لعبت لترسل رسالة صريحة لكل من يراقب المشهد من بعيد. محاربو الصحراء عادوا بعقلية الكبار، بعقلية من يعرف طريق البطولات. منذ صافرة البداية لم تترك الجزائر مجالا للشك. ضغط عال، استحواذ ذكي، وتحكم كامل في نسق اللقاء. الهدف المبكر لم يكن ضربة حظ، بل نتيجة طبيعية لتفوق واضح كشف واحدة من أكبر مشاكل منتخب السودان. خط دفاع متقدم، مساحات قاتلة في الخلف، وأي تمريرة في العمق كانت كفيلة بخلخلة المنظومة الدفاعية بالكامل، خصوصا أمام لاعبين يملكون السرعة، الجرأة والذكاء مثل عمورة وبغداد بونجاح. ورغم السيطرة المطلقة والبداية النارية، اكتفى المنتخب الجزائري في الشوط الأول بهدف وحيد فقط، ليس بسبب ضعف بل بسبب عدم استغلال الكم الهائل من الفرص. هنا يمكن القول إن الجزائر كان بإمكانها قتل المباراة مبكرا، لكنها خفضت الإيقاع في بعض الفترات وتراجعت خطوة إلى الخلف، ما سمح للسودان بالوصول إلى المرمى في أكثر من مناسبة. الحارس الجزائري كان في الموعد، تصدى لانفرادين كاملين بثقة ورد فعل ممتاز، وهو أمر إيجابي يعكس الجاهزية. لكنه في الوقت نفسه جرس إنذار، لأن منح هذه المساحات أمام منتخبات أقوى قد يكون مكلفا جدا في الأدوار الإقصائية. مع بداية الشوط الثاني تغير كل شيء. طرد صلاح الدين كان نقطة النهاية بالنسبة للسودان، ونقطة الانطلاق الحقيقية للجزائر. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قرأ المشهد بذكاء، تدخل في التوقيت المثالي وأجرى تغييرات أعادت التوازن والحيوية ورفعت النسق الهجومي بشكل واضح. دخول مزة وحجام لم يكن عاديا، بل كان إعلانا صريحا عن قوة دكة البدلاء الجزائرية. مزة تحديدا قدم نفسه بثقة وسجل هدفا جميلا أكد أن هذا المنتخب لا يعتمد على 11 لاعبا فقط، بل يملك حلولا متعددة وأسماء جاهزة لصناعة الفارق في أي لحظة. وهنا وصلت الرسالة بوضوح، حتى البدلاء في الجزائر يلعبون بعقلية أساسية. أما الهدف الثالث فكان لحظة استثنائية، لوحة فنية مكتملة التفاصيل. الكرة تبدأ من بغداد بونجاح، تمر عبر عمورة، لمسة سحرية بالكعب من هشام بوداوي تصل إلى رياض محرز، لحظة صمت، هدوء، نظرة، ثم تسديدة بثقة قاتلة. هدف لا يسجله إلا لاعب يعرف متى وكيف ينهي الأمور. رياض محرز اليوم لم يركض كثيرا، لكنه فكر كثيرا، وأكد مجددا أن كرة القدم تلعب بالعقل قبل القدم، وأن الخبرة تصنع الفارق حين تضيق المساحات وتحتاج المباراة إلى قائد هادئ. نجم اللقاء بلا منازع كان محمد الأمين عمورة، تحركات لا تتوقف، تمريرات خارج القدم، جرأة في الاختراق، وتسديدة رائعة ارتطمت بالقائم وكانت من أجمل لقطات المباراة. إلى جانبه قدم هشام بوداوي أداء كبيرا، وانسجامه مع محرز في الجهة اليمنى منح الجزائر أفضلية واضحة. ورغم كل هذا التفوق لا يمكن تجاهل نقطة تحتاج إلى عمل عاجل. المنظومة الدفاعية الجزائرية لا تزال تمنح الخصوم فرصا صريحة، وهو أمر قد لا يغتفر أمام منتخبات من العيار الثقيل. أما منتخب السودان فظهر بأداء أقل من المتوقع، منتخب معروف بروحه وصلابته، لكنه دفع اليوم الزائد والعصبية، والطرد زاد الأمور تعقيدا. ومع ذلك تبقى الفرصة قائمة إذا ما تم تصحيح الأخطاء في قادم المباريات. الخلاصة: الجزائر لم تفز فقط، الجزائر أمتعت، أقنعت، وأخافت المنافسين. بداية قوية، دكة عميقة، نجوم يعرفون كيف ينهون المباريات، ورسالة لا تقبل التأويل. منتخب الجزائر عاد، والقادم قد يكون أخطر بكثير. الجزائر بازليه.